الانتقادات الجماهيرية التي رفضها وبشدة منتج وبطل المسلسل السعودي شباب البومب أثناء استضافته قبل يوم أمس في تفاعلكم استدعت تدخلا عاجلا من قبل وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد. الوزير أرسل إنذارا مكتوبا للقناة التي تعرض المسلسل مهددا بإيقاف عرضه إذا لم يتم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة بحسب وصف البيان الصادر عن الوزارة. يذكر أن منتج العمل وبطله الممثل فيصل العيسى رفض انتقادات الجمهور التي نقلناها له في برنامج تفاعلكم، واحتد في الحوار الذي أجريناه معه قبل 48 ساعة وحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن. نتابع جزءا منه. لازم عمل كوميدي بسيط استمتاع ما في هذا الحين ساعة تقول لي في هدف، ساعة تقول لي بس إيه؟ لا انت لا تروحين ترجعين. طيب. انا اقول لك هدفنا الانتقادات الجماهيرية التي رفضها وبشدة منتج وبطل المسلسل السعودي شباب البومب أثناء استضافته قبل يوم أمس في تفاعلكم استدعت تدخلا عاجلا من قبل وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد. الوزير أرسل إنذارا مكتوبا للقناة التي تعرض المسلسل مهددا بإيقاف عرضه إذا لم يتم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة بحسب وصف البيان الصادر عن الوزارة. يذكر أن منتج العمل وبطله الممثل فيصل العيسى رفض انتقادات الجمهور التي نقلناها له في برنامج تفاعلكم، واحتد في الحوار الذي أجريناه معه قبل 48 ساعة وحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن. نتابع جزءا منه. لازم عمل كوميدي بسيط استمتاع ما في هذا الحين ساعة تقول لي في هدف، ساعة تقول لي بس إيه؟ لا انت لا تروحين ترجعين. طيب. انا اقول لك هدفنا